السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ معاكم مس ياسمين. احنا بناخد كورس جرامر للماميز والمعلمات اللي عايزين بيبداوا شغل في انجليش او مبتدئين، يعني مش عارفين هيشتغلوا ازاي. الفيديو ده هيساعدكم، او الفيديوهات اللي انا بنزلها دي هتساعدكم ان شاء الله ان انتوا تشتغلوا مع اولادكم. الكتاب اللي انا شغاله منه النهارده اسمه توب جرامر ليفل 1، وفي برضه توب جرامر ليفل 2. الكتابين الحقيقه حلوين جدا، وفيهم اسئله كتير بطريقه كويسه، وفيها الشرح برضه بطريقه كويسه. اول حاجه هنتكلم النهارده عن البلورال اللي هو الجمع. ايه الجمع ده؟ تعالوا نشوف كده. لو انا عندي القلم ده هقول عليه pen، طب لو بقوا اتنين هقول عليهم pens. pen pens pen pens pen pens. ليه يا مس قلت في الاخر؟ عشان بقوا اكتر من واحد. يبقى لما تكون حاجه واحده هقول الكلمه عاديه، يعني مثلا بوك كذا كتاب، بوكس. بوك واحد، بوكس كتير. دي اول حاجه طريقه سمعيه بدرب الطفل ان هو يعرف الجمع من خلال السمع. طيب تعالوا نشوف البلورال دوت بعمله ازاي. اول حاجه هنا تعالوا نشوف، مثلا هنا بيقول لي ducks. ليه ducks؟ عشان هي بقت اكتر من واحده. singular يعني مفرد، حاجه واحده، حاجه واحده. plural اكتر من حاجه، يبقى حاجه واحده بس دي مش هحط لها اس او الصوت في اخر الكلمه، انما لو بقت زادت عن واحده هقول عليها س. خلاص، يبقى الجمع بيتم ازاي؟ النون بلس حرف اس. تعالوا نشوف كده، مثلا a bag. طيب انا عايزه بس اشرح لكم حاجه، ان احنا قلنا في ا وان ان هي ما بتجيش مع الجمع، فلما يجي لي كلمه زي كلمه ا باج، او خلينا نشوفها هنا احسن عشان نحط هنا اوضح. a tree عايزه اخليها change into plural. change into plural يعني حول للجمع. a tree. الميس قالت لي ان او ان ما بيجوش مع الجمع، فاكرين لما قلنا كده في او ان؟ طيب يبقى هعمل ايه يا ميس؟ هحذف a او هحذف ان واكتب الكلمه زي ما هي واحط لها اس. انا كده عملت ايه؟ tree trees. trees دي اكتر من واحده، انما tree دي واحده. طيب an apple هتبقى هلغي الان وهكتب الكلمه زي ما هي واحط لها حرف اس. ده الجمع العادي خالص اللي ما فيهوش اي مشاكل. طيب تعالوا بقى، طبعا الصفحه تقدروا تاخدوها سكرين شوت لو حابين تكتبوها والولاد يكتبوها. يبقى دي اول مرحله في الجمع، ان انا اي كلمه عاديه بحط لها اس، بس بحذف ا او ان، او لو في نمبر 1 هحذفه، يبقى بحذف 1 وا وان، 3 حاجات بحذفهم. طيب تعالوا نشوف بقى هنا حاجه مهمه. الكلمه لو بتنتهي باس او اس اس، خلينا نقولها الحروف المفرده الاول. الاس، الاكس، الزد، الاو، 4 حروف مفرده اهي كل حرف لوحده، او اس اس، اس اتش، سي اتش. يبقى الكلمه لو بتنتهي باس او اكس او زد او اس او اكس او 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 اس اتش او سي اتش او اس اس، هعمل ايه يا ميس؟ هحط اس برضو؟ لا، هحط اي اس. هحط ايه؟ اي اس. طيب تعالوا نشوف الكلمات اللي هنا عندي دي. الكلمه دي اسمها بوكس. طيب هعمل ايه؟ هبص على اخر حرف. اخر حرف ده حرف ايه؟ اكس. من ال7 حروف دول يا ميس ده اكس. طيب يبقى هعمل ايه؟ هكتب كلمه بوكس زي ما هي، بس هحط لها اي اس. كلمة واتش يعني ساعة، لقيت اخرها حرف من الحروف دي يا ميس ده اخرها سي اتش، يبقى هعمل ايه؟ احط لها اي اس تبقى واتشز. كلمة باص اخرها حرف ايه؟ يبقى انا في الجمع لما باجي اجمع لازم ابص على الحرف الاخير عشان اعرف انا هحط اس ولا اي اس، وهنعرف دلوقتي ان في اي اي اس وفي اي اس. طيب يبقى تاني، باص اخرها ايه؟ اخرها اس، يبقى هحط لها ايه؟ هكتب كلمه باص واحط لها اي اس في الاخر. دي طبعا برضو كلمات نقدر ناخد الصفحه دي سكرين شوت ونكتب الكلمات اللي فيها ونجمعها. طيب في حاجه بقى مهمه جدا، letter O في كلمات بتتجمع، في كلمات بلتر او بتتجمع باضافه اي اس، وفي كلمات مش هضيف لها اي اس. زي ايه يا مس؟ مانجو. تعالوا نشوف كده كلمه مانجو.
مانجو، مانجو مثلا. تعالوا نشوف الكلمات دي. مانجو، بوتيتو، توميتو. لما هاجي اجمعها هقوم عامل كده، مانجوز هتطلع ايه؟ اي اس. بوتيتوز هتطلع اي اس. توميتوز هتطلع اي اس. في كلمات بقى لما هاجي اجمعها مش هضيف اي اس وهضيف اس بس. زي ايه يا ميس الكلمات دي؟ تعالوا نشوف كده. فوتو، بيانو، احط لها اس بس. يبقى انا في الكلمات دي ده توب جرامر ليفل 2 الجزء الثاني. طيب يبقى تاني هعمل ايه في كلمات اهو هيبو. الكلمات دي كلها مش هضيف لها اي اس، هضيف اس بس. طيب هو هنا بيقول لي تشينج انتو بلورال، حول للجمع، ومديني كلمات عشان احولها للجمع. طيب دي اول حاجه. بصوا بقى معايا في الشرح اللي جاي ده عشان مهم جدا. بصوا معايا كده يا شباب. ساعات الكلمه بتنتهي بلتر واي. لتر واي دوت عندي حالتين ليه. اول حاجه ان الكلمه اللي اخرها حرف واي قبل الواي في حرف كونسونانت. في حرف ايه؟ كونسونانت. يعني انا ليا علاقه بالحرف. انا اي كلمه اخرها حرف واي هبص على الحرف اللي قبل الواي ده كونسونانت ولا فاول؟ ده كونسونانت. فهلغي الواي واحط اي اي اس. يبقى لو الكلمه اخرها واي وقبل الواي في حرف كونسونانت هحذف الواي واحط اي اي اس. كلمه لادي حرف الواي اهو اخرها واي. الواي ده قبليها كونسونانت ولا فاول؟ كونسونانت. فهعمل ايه؟ هلغي الدي، هلغي الواي عشان الدي ده كونسونانت. هلغي الواي واحط اي اي اس. هكتب الكلمه تاني واحط اي اي اس. طيب لو الواي منتهيه، لو الكلمه منتهيه بواي وقبليها حرف فاول هعمل ايه؟ هبص على الحرف اللي قبليها. لو لقيته من الفاولز يبقى هحط اس بس للكلمه. زي كلمه بوي الواي اهي قبليها حرف ايه؟ فاول، فهحط لها اس فقط. كلمه كي قبليها حرف ايه؟ فاول، يبقى احط اس بس. طب تعالوا نشوفها في الكتاب. ادي كلمات اهيت. سيتي، بوني، ريبلاي. هعمل ايه؟ هبص على الحرف اللي قبل الواي هلاقيه تي فده كونسونانت، فهلغي الواي واحط اي اس. هنا ني ان واي هتبقى ايه؟ هلغي الواي واحط اي اس. هنا الواي قبليها ال فهعمل ايه؟ هلغي الواي واحط اي اي اس. very family lady الكلمات دي كلها بلغي الواي وبحط اي اس. طيب في كلمات اهيت اللي احنا ما بنحذفش فيها الواي وبنحط اس فقط لان قبليها فاول. كلمه day، key، play، boy، guy، delay. خلاص يبقى انا هنا بعمل ايه؟ بحذف الواي لو قبليها حرف كونسونانت وبحط اي اي اس. دي برضو كلمات تقدروا تاخدوا الصفحه دي سكرين شوت لو حابين عشان ولادي يحلوا. طيب تعالوا اخر حاجه بقى في البلورال او في الجمع، او دي الحاجه اللي قبل الاخيره عشان في حاجه اسمها شواذ لسه هناخدها. هنا لو الكلمه منتهيه باف او اف اي هعمل ايه؟ هلغي الاف او الاف اي واحط في اي اس. زي ليف هعمل ايه؟ هلغي الاف واخليها في اي اس تبقى ليفز. هاف، هافز. وايف، وايفز. عملت ايه؟ لغيت الاف. هنا اف اي اهيت. لايف، لايفز. هوف، هوفز. ثيف، ثيفز. يبقى انا بعمل ايه يا شباب؟ بلغي الاف او الاف اي وبخليها في اي اس. طيب اخر حاجه بقى الكلمات الشاذه بتاعه الجمع. دي كلمات شاذه بتاعه الجمع. فيش بتفضل فيش زي ما هي. امان تبقى من. ماوس، مايس، توث، تيث. شيب، شيب زي ما هي. وومن، وومن. طيب في كلمات برضو معايا عايزاكم برضو تاخدوها سكرين شوت. دي برضو تقدروا تاخدوها سكرين شوت. دي شواذ الجمع برضو تقدروا تستخدموها، او دي بتتحفظ هي زي ما هي كده ما بيتغيرش فيها حاجة. لازم تتحفظ زي ما هي علشان مش هنعرف نغيرها، يعني مش هنعرف احنا نجمعها لوحدنا.
دي في النهايه اسئله للجمع كله، تقدروا برضو تاخدوها سكرين شوت والولاد يحلوها. اهم حاجه السؤال ده يبقى معروف يا شباب. change into plural يعني حول للجمع. change into plural حول للجمع. لازم السؤال ده يبقى معروف عشان لما اشوفه ابقى عارف ان انا هعمل ايه او ايه المطلوب من السؤال. كده الفيديو النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.